مين بقى اللي قتله؟ ده السؤال اللي بتسأله. أيوة. مين اللي قتل؟ انا بجيب لك ادي القرار، ادي تقرير من امريكا، خطة رقصة الموت. ناس هم اللي بيقول فريق مدرب لقتل مجموعة من الثوار بتمويل اجنبي. واصبر عليا لما اقرا لك الاسطر اللي فيه، عشان ده مهم قوي لان ده صادر من امريكا. لا يعني هذا منشور، كشف مصدر منشور في اي صحيفه؟ كلامي والله. طيب منشور في اي صحيفه؟ في روزا اليوسف. روزا اليوسف بتاريخ كام؟ بتاريخ اهو 23 ديسمبر 2011. كشف مصدر بالبيت الابيض عن وجود 4 مجموعات تتكون كل مجموعه من 6 ضباط مدربين ينتمون لدول اجنبيه، قاموا باغتيال 26 شابا مصريا سقطوا الشهداء ضمن من سقطوا في احداث محمد محمود ومجلس الشعب. وأوضح المصدر. واذا كان يعني كيف يتاتى لواء حسام سويلم، كيف يتاتى لروزا اليوسف ان تعرف هذه المعلومات الخطيره ويعجز الجيش بمخابراته واجهزته المتعدده وقواته المدربه تدريبا عاليا ان يقبض على هؤلاء الناس؟ قال ان في طرف ثالث، الكلام ده معروف، واتقال ان في طرف ثالث واجانب، واتمسك 5 من الجواسيس والعملاء يوم طيب. اوائل فبراير. يعني انت مع نظريه الطرف الثالث التي طرحها بالتناوب عمر سليمان. اهو التقرير اهو. ماشي، طرحها عمر سليمان وطرحها المشير طنطاوي وطرحها المتحدثون باسم المجلس العسكري، وطرحت اصلا قبل ذلك وما زالت تطرح من الجهات التي يمكن ان تحسب على المؤسسه العسكريه.